فاكرين لما كنا بنتقابل نضحك ونتخانق ونسامح؟ كان كل ده طبيعي. دلوقتي كل حاجة بقت على الشاشة، بقينا نشوف بعض من بعيد ونحس ببعض من غير ما نتكلم. بس السؤال الحقيقي بقى هو احنا لسه بنشوف بعض ولا بس بنتفرج على بعض؟ فاحنا بقى النهاردة هنتكلم عن الجزئية دي، فعايزك تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. كان زمان لما تحس بزهق تنزل تقابل حد، دلوقتي لما تحس بزهق تفتح التيك توك واليوتيوب وتفضل تقلب شوية. بس الغريب انك بتخرج من الابليكيشن اهدى شوية بس فاضي كتير، كأنك بتاكل شوكولاتة وانت جعان، حلوة بس ما بتشبعش. مش كل حاجة بتملى الوقت، بتملى القلب. وعلم النفس بيقول ان التواصل الانساني مش بس رفاهية، ده احتياج اساسي زي الاكل والنوم. بس في العصر السرعة بقينا نختار الراحة المؤقتة على التواصل الحقيقي، نختار ستوري بدل مكالمة، لايك بدل حضن، كومنت بدل الكلام. بس خليني اقول لك حاجة، اللي بيغذيك مش عدد المتابعين، ده عمق العلاقة. اوقات اللي بيرد عليك ببطء اقرب ليك من 1000 لايك. مرة بنت حكت لي انها ما بقتش بتكلم صحابها مش عشان وحشين، بس عشان بتشوفهم كل يوم على الستوري، فحاسه انها عارفه كل جديد عنهم. بس يوم ما تقابلوا لقوها ناسيه صوتهم، عارفه شكلهم بس مش فاكره احساسهم. الصدمه بقى ان احنا فاكرين ان السوشيال ميديا بتقربنا، بس ساعات بتخلينا نحس اننا لوحدنا اكتر. اوقات الحنين بيخلينا نرجع اللي افتقدناه. واللي بيحبك مش دايما هيظهر على السوشيال ميديا، واللي ظاهر دايما مش شرط يكون بيحبك. السوشيال ثابت لنا احساس بالانتماء من غير روابط حقيقيه. بس لسه في ناس بتستنى مكالمتك، لسه في ضحكه حقيقيه مستنياك بره الابليكيشن. يعني باختصار مش لازم تلغي السوشيال، بس افتكر انها مش بديل للناس. اللي بيحبك هيختار يسمع صوتك مش يشوف بوستاتك. ولو وصلت لاخر الفيديو ده خدك علامه وابعته لحد وحشك واسأل عليه حتى لو مكالمة سريعة. الناس الحقيقية لسه حوالينا، احنا بس اللي بقينا ندور في الاتجاه الغلط. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.